السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على القناة. فيديو اليوم السبت بتاريخ 11/5/2024. هنبدأ بسوق الرز بدون مقدمات على طول. بالنسبة لسوق الرز اليوم، استمرار غياب العرض في الرز. عرض الرز الشعير قليل في السوق، المعروض قليل من الرز الشعير، وده راجع طبعا لعدم اقتناع الناس بالأسعار اللي موجودة حاليا في السوق، سواء في أسعار الرز الشعير الرفيع أو الرز الشعير العريض. الناس مش قابلة الأسعار اللي موجودة حاليا، فالعرض قليل، واللي بيبيع على قد الطلب فقط لا غير. ده بالنسبة لموضوع عرض الرز الشعير. بعيد عن الإشاعات، هنقول لحضراتكم الأسعار التنفيذية اليوم اللي موجودة في السوق. وبالنسبة للناس بتقول طبعا لو مفيش عرض والعرض قليل ليه الأسعار ما بترفعش؟ هو على العموم الأسعار رفعت في خلال الأسبوع اللي فات واللي قبله في حدود 1000 جنيه، سواء في الرز الشعير الرفيع أو في الشعير العريض. بس طبعا السؤال اللي بيتسأل ليه طالما العرض قليل الأسعار ما رفعتش؟ ده راجع عشان الطلب برضه متوسط، واللي بيشتغل أو بيطلب بضاعة شعير بيشتغل على قد الطلب اللي موجود فقط، يعني يدوبك على قد الطلب. فده اللي عامل طبعا استقرار في الأسعار حاليا. بالنسبة للأسعار اليوم، أسعار الرز الأبيض العريض على جودة زيت وبخار وسوليتكس. البضايع العالية في الرز الأبيض العريض من 26,000 إلى 26,200 للطن من أرض المضرب، ودي البضايع العالية في الرز الأبيض العريض. ممكن تزيد أو تقل على حسب نسبة الكسر وعلى حسب جودة الرز. بالنسبة لأسعار الرز الأبيض الرفيع على جودة زيت وبخار وسوليتكس، البضايع العالية، السعر من 24,400 ل24,600 للطن من أرض المضرب، وقد تزيد البضاعة أو تقل على حسب نسبة الكسر وعلى حسب جودة الرز. ده بالنسبة لأسعار الرز الأبيض. طبعا نسبة الكسر والجودة بتتحكم في الأسعار، سواء زيادة 200 أو أقل 200. فلو حضراتكم حابين إن احنا نقول أسعار الرز بنسب الكسر، بس الموضوع هيبقى طويل وممل، فاحنا بنقول متوسط أسعار الرز الأبيض. بالنسبة لأسعار الشعير اليوم، الشعير العريض وصل للمضرب اليوم 17,100 للطن، وصل للمضرب. والشعير الرفيع ب16,100 للطن، وصل للمضرب. وزي ما قلت لحضراتكم غياب العرض والعرض قليل في الشعير، فده عامل ثبات حاليا في الأسعار عند ال16 و17 وصال لأرض المضرب. بالنسبة لأسعار التحميل والتنفيذ اليوم من على أرضه، شعير رفيع تحميل من على أرضه الطن 15,800 للطن، والشعير العريض تحميل من على أرضه 16,800. أسعار ممكن تزيد 200 أو تقل 200 على حسب جودة الرز الشعير العريض، وعلى حسب برضو جودة الرز الشعير الرفيع، وعلى حسب المكان والمنطقة. ده بالنسبة لأسعار الشعير اليوم. بالنسبة لأسعار المخلفات، سرسة مطحون من 1600 ل1800 للطن من أرض المضرب، سعر الكسر من 13,500 ل 13,700 للطن من أرض المضرب، وسعر الجون من 11 إلى 11,200 للطن من أرض المضرب. وده الأسعار اللي ماشية في السوق حاليا، بعيد عن الإشاعات وبعيد عن أي كلام. ممكن حضراتكم اللي عايز يتأكد من الأسعار يسأل أقرب تاجر ليه، ويكتب لنا في التعليقات الأسعار ماشية كام في المنطقة بتاعتكم. ده بالنسبة لسوق الرز اليوم. بالنسبة لأسعار الذرة وسوق الذرة اليوم، الذرة المستورد البرازيلي صب أرض المينا 12,500 للطن، والذرة المستورد الأرجنتيني صب أرض المينا ب12,500 للطن.
والذرة المستورد الأوكراني ب11,200 للطن صب أرض المينا. بالنسبة لأسعار الصويا، صويا 44%، 26,000 للطن صب أرض المينا. وصويا 46%، 27,000 للطن صب أرض المينا. ده بالنسبة لسوق الذرة المستورد والصويا. بالنسبة للسوق المحلي في الذرة الأصفر، طبعا المحلي في الذرة الأصفر أسعار تنفيذية هنقولها لحضراتكم بتنفذ بها حاليا في السوق. في الأصفر في الذرة الشامي الأصفر، الطن متوسط أسعاره لدى التجار تنفيذ اليوم من 11,600 ل11,800 للطن. والذرة الأبيض متوسط أسعاره لدى التجار اليوم من 11 إلى 11,200 للطن تنفيذ وتحميل اليوم في الذرة. بالنسبة لأسعار الفول البلدي، الفول البلدي البضايع العالية، وزن الأرداب ب155 كيلو خام، سعره يتراوح من 3,800 إلى 4,000، وده البضايع العالية. يعني ممكن تلاقي بضاعة عالية ب3,800 في مكان، وفي منطقة أخرى بتصل إلى 4,000، ودي البضايع اللي بتبقى بضايع عالية، وبضاعة من اللي بيتقال عليها بضاعة فلاتات في السوق. ده السوق اللي ماشي فيه طبعا الفول البلدي، وفي إقبال من بعض التجار والمخزنين على تخزين الفول في الفترة الحالية، الفول البلدي طبعا. الناس اللي كانت بتسأل على أسعار الفول المفروز سوليتكس، سعر الطن يتراوح من 26 إلى 28. بالنسبة لأسعار الكراوية، أسعار الكراوية في اختلاف بين المناطق وبعضها في الأسعار. في مناطق بتتكلم أقل من 50، بس حاليا متوسط الأسعار في طن الكراوية من 55 إلى 56 بيتم تنفيذ بها حاليا في السوق. في مناطق تانية بتقول لا، الأسعار أقل من 50 في الكراوية، والله أعلم. بالنسبة لأسعار الفاصوليا البيضاء، في أسعار تنفيذية بيتقال من 40 إلى 43 للطن البضايع العالية. بالنسبة لأسعار القمح، عشان الناس بتسأل كتير، الأسعار القمح ثابتة، ما اتغيرتش، ولا فيها زيادة ولا فيها نزول، وهتفضل ثابتة لما لغاية انتهاء موسم توريد القمح يوم 15/8 إن شاء الله. ده كان كل حاجة معانا في فيديو اليوم. لو انت أول مرة تشوف القناة وحابب تشترك في القناة، اشترك في القناة من تحت الفيديو، بتلاقي كلمة اشتراك بالعربي، بتضغط عليها وبتفعل جرس الإشعارات، بكده يوصلك إشعار وقت تحميل الفيديو. والسلام عليكم.